عايزه فلوس يا خالد. يا ست ارحميني بقى، كل ما بتشوفي وشي تطلبي مني فلوس. عايز اعزم الست اخوات بتوعي وعيالهم كلهم على الغدا. ايه ده، لا لا لا، انا ما بعزمش حد. انا اللي عايز يجي ياكل في بيته الاول ويجي يشرب ويجيب مشاريبه معاه كمان. ايه البخل ده؟ بابا عايز فلوس عشان اكل بره. مفيش فلوس. عايز تاكل في البيت، اقول لك ما تاكلش، اعمل ريجيم، انت محتاج تخس. ايه يا بابا البخل ده؟ داد عايز فلوس كاش عشان اسافر احضر حفله عمرو دياب. مفيش فلوس. عايز تسمع عمرو دياب اسمعه من موبايلك وحاول تلقط الواي فاي من الجيران، مش هيخسر يعني. ايه وبخيل. بابا عايز فلوس عشان اعمل عيد ميلاد لخطيبتي. مفيش فلوس. عيد ميلاد ايه؟ سيبها احسن، سيبها. ايه يا بابا البخل ده؟ انا جبت اخري. العيله هتجتمع دلوقتي حالا. الفترة اللي جاية دي هتبقى فترة صعبة شوية، هنعيش في تقشف ونصرف فلوسنا في الحاجات الأساسية بس. اللي عايز بقى ياكل بره، يروح حفلة عمرو دياب، يبسط خطيبته، يعزم اخواته، يشتغل ويعمل كده. أنا هدفع في الأساسيات وبس. بخل مش بخل، ظروف. يعني احنا يا بابا كده خلاص مش هنتبسط تاني، فترة وهتعدي والله. ظروف وعلينا كلنا، ظروف صعبة بس بصبرنا وأملنا في ربنا هتعدي.